السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. سوف نتكلم فيه عن كحل الاتميدي. بزاف ديال الناس كيقلبوا على كحل الاتميد وما عارفينش الاصلي وما عارفينش فين غادي يلقاو الاصلي وكيفاش كيكون داير هذا الاصلي. بالنسبه لكحل الاتميد الاصلي هو ديال اصفهاني كما كتشوفوا، ديال السعوديه، يعني المدينه المنوره، بماء زمزم وورده. هذا هو الكحل الاصلي. بالنسبه للومبالاج كيكون بحال هكا، تقدر تلقاه يعني في الاسود او في الاخضر او تقدر تلقاه في الازرق. يعني كيكون لومبالاج فيه بزاف ديال الالوان، ولكن الاصلي راه هو يعني كلهم اصليين، غير خصك تلقي فيه يعني الاصفهاني، يعني هو الاصلي اصفهاني ديال المدينه المنوره. بالنسبه لهذا هو اللي متواجد عندنا حنا في المغرب، من غيره راه ما كاينش. يقدر يكون دوزيام، يعني هذا راه الاصلي، والثمن ديالو راه غادي تلقيه كل واحد وشحال باش كيبيعو. يعني اقل يعني اقل ثمن غتلقاه يعني هو 150 درهم باش غتلقي هاد القرعه الحبه. 150 درهم باش كيتباع. بالنسبه في الجمله يعني كيدير شي 135 درهم يعني، وكاين اللي غادي يبيعو 200 درهم. بالنسبه للمنافع ديالو راه كثيره بزاف، موصين عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في بزاف ديال الاحاديث جاب اللي راه قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني افضل يعني كحالكم هو يعني الاتمد. افضل كحلكم هو الاتمد، يعني بحال هكا نيتشي. يعني يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر أي يحسن النظر ويزيد نور العين ويقوي أعصاب يعني العين. وينبت الشعر، يعني المراد بالشعر هو الشعر ديال الشفران، يعني كيعطيها يعني واحد القوة وكينبت الشعر خويا. بالنسبة لطريقة الاستعمال ديالو راه سهلة، يعني كتستعمليه بحال الكحل العادي، وباذن الله يعني راه مزيان بزاف ديال المشاكل ديال العين. يعني كيقوي الاعصاب ديال العين وكيقوي النظر، ويقدروا يستعملوا الناس اللي عندهم جلاله، ويستعملوا الناس اللي عندهم حتى الحساسيه ديال يعني ديال العينين، يعني عندهم مشاكل في العين يقدروا يستعملوا يعني. وكيقوي يعني الصحه ديال العين، يعني وكيعطي واحد النور يعني للعين. ومزيان يعني كينظف العين. بزاف يعني بزاف ديال الفوائد اللي فيه كثيره بزاف. المهم انا باغي نوريكم الاصلي، يعني الاصلي ديالو هو اصفهاني كما كتشوفوا. الاصلي هو هذا ديال اصفهاني، يعني غتلقيه 150 درهم. يعني هاد الناس اللي كيبيعوا العطور او لا يعني اللي كيبيعوا داكشي ديال السعوديه ما غاديش تلقيه عندهم المكياج. الا لقيت عندهم المكياج غادي تلقيه الدوزيام. انا خديت واحد الحبه ديال عند واحد السيد، يعني هو عنده غير الدوزيام. انا غادي نوريها لكم. انا حطيتها هنا. انا مشيت عند واحد صاحبي اللي عنده غير الدوزيام، ولقيت عنده كحل الاتمد على اساس هو على اتمد، ولكن ماشي اتمد كما كتشوفوا. راه هي مكتوبه هنا. هذا كيبيعوه على اساس اتمد، ولكن لا، راه كيدير غير 5 دراهم بالجمله. يعني هذا ماشي اتمد، هذا غير كحل عادي كيجي غير من الهند، ولكن ماشي اصلي ديال السعوديه. بالنسبه للاصلي هو هذا اللي كنوريكم. يقدر يجي في لومبالاج خضار، يقدر يجي في الكحل. يعني ماشي غادي تلقاي انت الخضر وغتقولي لها الدوزيام، ولا تلقاي هذا الازرق وتقولي الدوزيام ولا الكحل، لان كيجي في هذا لومبالاج بحال هكا. كتجي الباكيه ديالو فيها هاد الالوان ديال لومبالاج. هما كلهم كيكون اللون ديال الكحل ديالو كحل، يعني ما فيهمش الاحمر ولا شي لون اخر، فيهم غير اللون الكحل. يميل الى الاحمر، يعني كيميل واحد شويه للحمريه، ماشي كيكون كحل 100%. كيستعملوه العيالات وكيستعملوه الرجال، يعني مزيان للنظر، مزيان للنساء والرجال، كلشي كيستعملوه. ايوا هذا هو الفيديو اللي غادي نوريكم ديال كحل الاتمد، ديال الناس اللي باغيين ياخذوا الاتمد. وهو هذا الاصلي اصفهاني. ضروري تلقى اصفهاني في لومبالاج. اصفهاني كما كتشوفوا، ها هي هادي. هذا هو كحل الاتميد. ملي غتمشيو غادي توريهم هاد الصوره هادي، واللي بغات شي حاجه اولا اللي بغات شي حاجه راني غادي نخلي لكم النمره ديالي في التليفون ديال الواتساب في اول تعليق ولا في الديسكريبشن، باش اللي بغى شي حاجه ان شاء الله مرحبا بكم. نقدر ندير لكم ارسال اي بلاصه كنتو فيها. ومرحبا، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الى اللقاء.